الحصرية اللي لو اشتريتيها من بره هتكون مش بالجمال ده خالص، وعمرها ما هتكون بالتنوع ده ولا بالحلاوة دي. عندنا هنا ربع كيلو من اللحمة على قطعة من الصدر الفرخة، وحطينا شوية كده من الدهون. التوابل بقى ملح وفلفل كزبرة ناشفة وبابريكا، وحطينا كده الملح وحتتين كده من البطاطس، حبتين من البطاطس المسلوقة. هضربهم بقى كويس قوي وانعمهم بالشكل ده. بصلايه بقى مكان اللحمه كده، بصلتين يعني وسط، وهبدا ان انا اضربهم مع قرنين فلفل رومي. الفلفل الرومي لازم علشان بيدي شكل حلو للوصفه بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأنا ان احنا هناخد بقى الحوار اللي احنا عملناه الجميل ده، وهنزل على الفراخ واللحمة والدهن والبطاطس المسلوقة والتوابل بتاعتي الجميلة. هقلبهم قلب قلب بالشكل ده. انا حسيت ان هي محتاجة لون شوية، حطيت بابريكا وشوية ملح صغيرين. ما ننساش بقى الحبهان المطحون واللورا، الحاجات اللي بتدي منكهات يعني جميلة جدا، بتدي ريحة حلوة. هبدأ اجيب الرغيف بتاعي. عرفنا طبعا الوصفة، رغيف الحواوشي الحصري الرهيب اللي باللحمة والفراخ اللي مش هتلاقيه في حتة تانية. وزعنا بقى بالشكل ده، وبدأت ان انا اوزع واساوي كده حتة بقى من الجبنة الموتزاريلا كده، كبشة حلوة كده، وهنزل بالرغيف على اللحمة في الرغيف كده. هبدأ اسويها. هعمل بقى الكمية كلها. عندي بقى هنا معلقتين من السمنة على معلقة من الزيت ومعلقة كده من الكاتشب، وهبدأ ان انا ادهن الصاج بتاعي او ورق الزبدة علشان احطه في الفرن. دهنت بقى ارغفة الحواشي بتاعتي من فوق ومن تحت كده بالشكل دوت، وابدأ احطهم على الرف الاوسط في الفرن علشان يطلعوا معايا بعد تلت ساعة، من تلت ساعة لنص ساعة. الشوية بقى اللي باقيين بدأت ان انا جبت رغيف كده من الرقاق الطري، حبة كده من الرقاق الطري فردتها وحطيت عليها فردت عليها الكمية اللي فايضة معايا، وشوية من الجبنة الموتزاريلا كده على الوش، وهرولها بقى بالشكل ده. وهبدأ ان انا اقطعها بالسكينة رولات، رولات صغيرة كده بالشكل ده. هعملها زي الوردات كده. الوصفة دي ممكن تتعمل لوحدها خالص مع أكلات تانية، بتبقى مشرفة جدا وشكلها حلو على السفرة. هبدأ ان انا ادهن الوش مع الجوانب، وطبعا تحت كل وردة من دول حطيت من الرقاق، عملتها مربع كده وحطيتها تحتيها علشان الجبنة ما تسيحش وتنزل في الصينية تلسع معايا. طلع معايا بقى الحواوشي كده، الرغيف بسم الله ما شاء الله جوسي وطري، وكمان الوردات دي زينة الطبق. وبالهنا والشفا. لايك وشير للفيديو لو عجبكم.